لان ابويا ما عملش حاجه وحشه في حاجه. ابويا الدنيا كلها بتحبه من عمله، ما حدش لان ابويا كان الحمد لله يعني الدنيا كلها بتحبه لان عمره ما زعل حد. احنا في مره قلت لنا يعني بتقول لنا ان والدك زي ما يكون كان قلبه حاسس وفضل يوصيك على اخواتك. ايوه قعد يقول لي خلي بالك، هو اصلا في اليوم ده ولما جيت من الشغل بيقول لي خلي بالك على محمود، بقول له في ايه يابا؟ بيقول لي خلي بالك على محمود لو جرى لي حاجه، قلت له يابا مفيش حاجه هتحصل. بتكلم معاه انا ما اعرفش. محمود ده الصغير، محمود اصغر واحد، بيقول لي بالله عليك خلي بالك على اخوك لو حصل له حاجه. ايوه وخرا. ايوه لقيت الولد بيرن عليا بيقول لي خلي ولا ده ابوك في ناس متلمين عليه في شارع كذا كذا وبيموتوا فيه. جيت بجري، انا جيت ده ابراهيم؟ كنت شغال عند الدكتور. هو ساب باباك بقى وجري عليك؟ بيكلمني ناس صحاب. ده في ناس صحابك. جريت على المكان، رحت ابويا فين؟ لقيت بحر دم على الارض. ما شفتش ابويا، انا شفت بحر دم بس. بقول لهم قاعد يقول لي ده ابوك في العمليات، ابوك في العمليات. اتاري ابويا مات اصلا وما حدش عايز يقول لي. بيحاولوا ابويا مات. وبيحاولوا يصبروك. بس ابويا ساعتها كان مات، ابويا شالوه من على الارض وابويا كان ميت. عشان اللي بيقول لك ده احنا ما كانش قصدنا نقتله، ما كنتش قصدكم تقتلوا ازاي يا كفره يا ولاد الكفره وانتم مدينا 24 طعن؟ ازاي يا ولاد الكفره؟ انا شفت ابويا في الثلاجه، ابويا كان متقطع. دي مش بني ادم. انا لما خبطوني قبل كده خبطوني 40 مره، كل مره يستنوني وانا جاي من الشغل ويخبطوني، ما كنتش بتكلم. ابويا يقعد يقول لي معلش وكنت ابقى مخبوط، وابويا يقول لي مش مشكله، خليك انت الكبير ويروح يطلب بالصالح. واحد مضروب وابويا بيقول له من الصالح. ازاي انا ابقى مضروب وابويا يقول له من الصالح ومش عايزين الصالح؟ كان بيحاول يحمي ولاده. قال لي هنخرج من البلد، قلت له يابا احنا مضروبين نخرج من البلد ازاي؟ امي كانت بتقول لي نخرج من البلد. كان بيحميكوا انتوا يا حبيبي. بعدها قلت له بقول لامي ازاي ما نخرج من البلد؟ اما قايل لي بالسعوديه انا كده مش هخرج من البلد عشان اخواتي، عشان ابقى في اخواتي وعيالي، انا قاعد في البلد وان شاء الله اللي عايز ربنا يكون. الكلام ده قبل ما يموت ب3 ايام. قلت له يابا قبل ما يموت بيومين جاي يوديني الشغل الصبح الساعه 7 وهم واقفين على الشركه هموتك يا غانم هموتك يا غانم. بصيت ابويا عامل نفسه مش واخد بالي. يعني كان في تهديدات من قبلها؟ سمعت يابا بيقولوا ايه؟ احمد حسن ومحمد جمال وكان عيل قاعد معاهم على الطرف 3. انا بقول له انت سمعت بيقول ايه؟ بيقول له مين دول؟ بقول له كذا كذا كذا. بقول له هنموتك يا غانم. قال لي يموتوا مين يا ابني؟ سبع الله. يعني هددوه نفذوا تهديده؟ بيهددوني ان هم موتوكوا معاهم وجولي عند الشغل. يعني ابنك بيقول انا بشوف اخويا بالليل محدش عارف ايه اللي بيحصل له. يعني بيقول انت ابراهيم بيقوم من النوم يقول له يا بابا يا بابا، نومه صعب. ابراهيم نومه صعب لما بينام، يعني الناس بتنام مثلا من اول الليل. انتوا عايشين مأساة كبيرة جدا جدا، واولادك يعني ابنك احنا حسينا في كلامه بمأساة عايشها مع اخوه الصغير. ما كانش اب يا ست، والله العظيم ما كان اب. ده غانم ده والله العظيم كان ملاك من السما نازل عايش في وسطنا لاخواته ولنا وللجيران وللدنيا. ما بالك احنا عياله ومراته. والله العظيم كان هو السند والاب والاخ لعياله. انت قلتي كلمات وصفت كل حاجه. انت بتقولي انا بقول للقبر يا بختك. يا بخت، ايوه يا بخت القبر بيك يا غالي، ويا بخت الاموات بيك، يا فرحه الاموات بيك وانت عايش في وسطهم، ويا حسرتي انا وعيالي، ويا حسرة الناس حوالين مني لما انت مش موجود معانا. حقيقي انا بحسد القبر على انه هو ضامن جوزي، وبحسد الاموات ان هم واخدينهم في حزن الوقت وقاعدين معاه. ان شاء الله اتحرمت منه ده وعيالي. اللي هيبرد قلبك رجوع حق الاستاذ غانم ان شاء الله باذن القصاص. وابن ابراهيم اخوي. اقسم بالله ابراهيم لو هما ما جالهمش اعدام الواد ده اما يكبر هيبقى بصي ربنا يستر. لان انت الوحيد اللي شايف لازم يجي لهم اعدام. لو ما جالهمش اعدام ابراهيم دوت مش هيسيب حق ابوه. لا انت اللي شاف ابوه بيموت قدامه عمره ما هيسيب حق ابوه. كل يوم بيشوف السيناريو ده قدام عينه. اقسم بالله والله ما كلام. ابراهيم اخويا بيصحى من النوم وامي نفسها ممكن ما تكونش بتشوفه اللي بقى قاعد معاه في الاوضه، الاقي ساعه عمال خلاص سيبوه. اقول له سيبوه مين يا ابراهيم؟ يقول لي شفتوه ما بيضربوا ابوكوا بيقطعوا فين؟ شفتوه؟ قلت له خلاص يا ابراهيم بكره ربنا هيجيب له حقه ان شاء الله. بس ايه؟ اقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، ما اقولش غير كده. بس ان شاء الله حق ابويا ان شاء الله انا شايفاك بتحاول تواسي مامتك وتقول لها ما تنزليش دموع. ما تعيطش ان شاء الله. احنا واثقين في جناح ربنا ان شاء الله. ربنا هيجيب لنا حقنا باذن الله. احنا واثقين كده ان شاء الله. والقاضي ان شاء الله يجيب لنا اعدام ان شاء الله. بس وسيبها على الله، اللي عايز ربنا يكون. احنا ما بدأناش بالشر ولا عمرنا كنا في شر. ان شاء الله القاضي هيجيب لنا حقنا ان شاء الله. بس كلمنا عن حاله اخوك ابراهيم اللي 14 سنه اللي شاف والده بيتقطع. كل يوم بنام جنبه في السرير بيقعد يبص ويبرق. اقعد اقول له في ايه؟ اقسم بالله بيقعد يبرق ويبص في الجدار. اقول له في ايه يا ابني؟ حاله نفسيه تعبان. اقول له في ايه؟ يقول لي انا مش ابوك قدامه وهو بيتقطع. بقول لي كده يا ابراهيم عيل صغير
14 سنه 14 سنه. لان هو الوحيد اللي شاف المشهد. كان راكب ورا ابويا الكفره بيقطعوا فيه، الكفره ولاد الكفره، وهو عمال يفتح اخويا برضه بيقطعوا فيه. يعني هو حاطط ايده على دراعه وبيقول له اضرب وعمال يقطعوا فيه، وكانوا بيجروا ورا اخويا لولا ان اخويا سبق. يعني كانوا عايزين يموتوا الطفل كمان، واخويا محمد اما خرج راح يشوف ابويا جرى وراه بالسكاكين برضه. ان شاء الله يعني والدك كان بيحاول يحمي اخوك في المجزره دي. والله كان بيحاول يحمي اخويا. فابراهيم مش قادر ينسى، بتبقى نايم تبص تلاقيه مش عارف ينام. بالله بيقعد بالليل يقعد يبرق، بيبقى نايم يقعد يبرق. انت بتخاف بتقلق؟ ما بخافش. لا بتقلق عليه؟ بخاف عليه قوي اقسم بالله، لان ده عيل صغير ما حدش يعرف اللي ابراهيم بيشوفه. ابراهيم بيبقى نايم بالليل الاقي صح خلاص سيب ابويا، اقوم قايل اقعد جنبه لسه لحد الان. ابراهيم دي مش هيرتاح غير ما حق ابويا يجي. حق ابويا ما جاش الواد ده مش هيرتاح اقسم بالله. حقه لو ما جه هو اللي هياخده. ازاي ما نعرفش؟ احنا واثقين في القضاء جاب لنا حقنا خير والحمد لله ان شاء الله. باذن الله عايز ربنا يكون. احنا في دوله يا حبيبي، احنا في دوله قضاء عادل ان شاء الله، ان شاء الله حقه راجع. انت شفت الجنازه بتاعته؟ طبعا الحمد لله. ودلوقتي يتبكى عليه شخصيه من اطيب الشخصيات، وشه بيضحك، عمره ما قال لحد لا، ما بيقولش الا نعم حاضر للكل، وبيطيب وبيرد الكل على حساب نفسه، ما قالش حاجه. وفي اخر فتره كان مسالم وبعت على صلح وبعت على كل حاجه، وكان مسالم بكل شكل لدرجه ان هو كان عايز يبيع البيت يقول لك افادي عيالي وامشي. كان مسالم، يعني اطيب شخصيه ان انت ممكن تقابليها او تشوفيها. ما كانش يستاهل ان يتعمل كده، ان شباب من دور عياله يتربصوا له ويستنوه ويموتوه. اتربصوا له. عددهم ايه؟ 5؟ كانوا 7 بس في 5 منهم كانوا ماسكين اسلحه. منهم السيد القط اللي هو بيقول لك انا ما كنتش موجود، لا كان موجود، والفيديوهات كلها. ولما جروا وراحوا عند بيوتهم وكل حاجه، الفيديوهات عندنا كلها مصوراها وجايباهم، لانهم هم استنوه في شارع ضلمه وطفوا الكاميرات وطفوا كل حاجه لحد ما هو عشان يفادي ابنه خرج للنور، والكاميرات صورتهم وشافتهم. نزلوا على بيت سكاكين، كان واخد خبطه في وشه قطع لسانه من جوه 21 طعنه. يعني مش عايزه اقول لك كميه الدم الله اكبر على الارض. لما بنيجي نتكلم نقول له انت عملت كده ليه؟ ديته جاموسه، يعني بني ادم. قالوا ديته جاموسه. عمو حسن غمير قال له ديته جاموسه. قال لواحد عندنا في البلد كده دي مش موته، ده بني ادم، ده مش موته، ده مش موته. كان مسالم وقال نعم حاضر، قال اللي انتوا عايزينه، وبعت وراح يسجل في المركز، والمركز قال له هننزل. الغيره توصل الناس لدرجه ان هي تغير قدام ابنه 14 سنه قدام 4. وعشان يفادي ابنه جري واخد خبطه في رجله، بقى يجري وهو ما هوش قادر. رجله دي كان يعتبر ركبته مفصوله، واخد في دراعه، لانهم لما مسكوه كانوا ضاربينه هو على المكن عشان يفادي عيل زي ده. بقى يقول يجروا بقى يجري قدام منه. 7 على بني ادم، 7 على بني ادم دمه كان على الارض. مش عايزه اقول لك كان كميه الدم ازاي. ده مجزره، دي مجزره اللي عملوه بني ادم زي دي. ربنا انتوا موجودين في حاله من الغضب جوه قلوبكم دلوقتي. نطلب بالقصاص العدل، القصاص العدل، مش طالبين اكتر من كده. هناك في البلد والله العظيم مستنيين، مش عايزه اقول لك ناس مستنيه. ده لغايه التكاتك ما بتشغلش حاجه، ما بتشغلش لا اغاني ولا اي حاجه من يوم وفاته. من يوم ما 8 شهور ويوم الجلسه بتاعته دي ما حدش بيشغل اي حاجه. حداد على روحه. ايوه كلهم بيحبوا. طوب الارض بيحبوا وما عملش حاجه في حاجه. قبل التصوير قلت لي يا شيماء، قلت لي 30 سنه ليه عشتهم معاه. ليه؟ هو اللي مربيك. يعرفوا بقالي 30 سنه، 10 سنين، 5 منهم معرفه و5 خطوبه و20. اعرفه من وانا عندي اعرفه من وانا عندي كفره. احنا عايزين الاعدام. كلام زي ده اصلا. يعني انت بتقولي كان بيحاول ان هو يقول ان السيد مش موجود، لكن هو موجود، وانت بتؤكدي ان هو كان موجود في كل انت بتقولي هو يعني كان مرتب ان هو هيخلص عليه ويسافر. ايوه وكان مسافر. ده هو جاي من نص المطار اصلا. الناس بعتوا له قالوا له الحكومه اتصلت بالمطار، مسك في المطار رجع. والحكومه عملت له كمان، هي المباحث ما نامتش 3-4 ايام، وفضلت قاعده لحد ما عرفت تجيب الناس دي. ايوه جابت السيد ده رجع من السكه وفضل مستخبي ما اعرفش عند مين وراح عند مين، وقعد يلف من هنا لهنا بشنطه. ومصطفى دوت قبضت عليه في قلب ما اعرفش بلد فين، في بلجيه باين ولا فين. واللي هو اسمه عبده والتاني دوت ممسوكين من هنجر من البلد هناك، او من ارض زراعيه. هنجر من ارض زراعيه، يعني هم ممسوكين. انت النهارده شفتوهم واقفين ازاي في جوه داخل القفص؟ يعني في عينهم ندم، في جبروت، في قوه. ده الناس دي ربنا قفل على قلوبهم وعمى عيونهم.
الناس دي حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه الناس دول زيهم زي اليهود بالظبط، دول الصهاينه اللي بيقولوا عليهم. ما رحموش الاستاذ غانم قدامه ولا رحموه ورحموا ضعفه وضعف ميت، ولا عايزين يرحموا نفسهم حتى، ولا رحموه وهو عايش ولا رحموه وهو ميت دلوقتي. بيبعتوا لنا كل يوم التاني تهديد، يا تتنازلوا وتاخدوا فيديوته ونرجع بيوتنا. يعني يقتلك عيالك، يقتلك عيالك، وانا عمري ما هتنازل. ايوه انا راضيه بقضاء ربنا، انا راضيه بقضاء ربنا. انا جوزي مات، عيالي لما هتموت انا راضيه بقضاء ربنا، بس مش هسيب حاجه جوزي، والله ما هسيب حاجه جوزي. يعني بيحاولوا يضغطوا عليك ان هم يخوفوكي يعني بولادك، صح كده؟ فانت بتقول لهم لا انا مش هخاف. لا انا مش هخاف، انا مش هسيب حاجه جوزي. كله البلد عندنا معتبراه هو اخوي، ما هوش مش جوز اختي الصغيره، ما هوش جوز اختي الصغيره، هو اخويا وابني، اخويا وابني. وبعدين انتوا عشان حبه لبن تضيعوا حياه واحد، وعشان الكبرياء، عشان كبريائكم، ده انتوا جيران، ده الجير، ده الجار بالجار واذا جار، ده ممكن الانسان يروح النار بسبب الجير. وبعدين يا سيدي يا قوط خططتم وعملتم وجرى منك من الشارع، جرى منك انت واللي معاك يا سيدي يا قوط، جرى منكم 5 مرات، يجرى منكم لغايه ما جه في الشارع العمومي قال لك ارحمني يا سيد يا قوط، قال لي السيد القط ارحمني. مثلا انتوا كنتوا ناويين ترتبوا له، ربنا جعل تدبيركم تدميركم، كل ده بعدل ربنا وتدبير ربنا. بصي ربنا حاكم عادل، ربنا ما بيحبش الظلم. هم قعدوا يدبروا لنا 40 يوم ويخططوا لنا لما السيد ده يمشي يقتلوه ويسافر، ومجهزين لنا. ومصطفى ده كان شايل شنطه برده وكان ماشي بقلب الفيديو ماشي، وعاملين حسابهم ترتيبات كانت غير اللي في دماغهم. ربنا جعل تدبيرهم تدمير. سبحان الله. وطول ال 40 يوم دول انت بتقولي زوجك كان كل شويه يوصيكي على اولاده وكأن كان قبل حاجه، كل شويه يقول لي انا مسافر، انت مسافر رايح فين؟ جاي لنا شغلنا في السعوديه، ان شاء الله باذن الله هبعت لك ونبيع بيت ونروح نعيش بقى في السعوديه. بقى الواحد تعب، احنا تعبنا من هنا ما عادش حلو، هنا ما عادش كويس. خدي بالك من العيال، ايوه في مشاكل، خدي بالك من العيال. الشهر اللي انا هسيبكم كده خدي بالك من العيال فيه، اهتمي بالعيال، تبع العيال. كان بيوصيكي عليهم، كان عامل حسابه والله، كان بيوصيكي عليهم كل شويه ويوصي العيال عليا. لما بتزوري لي بس العيال يقول لهم دي حطها في عينيكم، انا لما هسافر هي ملهاش رجاله الا انتم، دي حطها في عينيكم. انت رايح فين يا انا هسافر السعوديه؟ انت بعد ما كبرت يا بابا السنين دي انت عمرك ما سافرت وسبتنا وانت صغير. معلش انا عايز امشي بقى واسيب المشاكل دي بقى. وكأن هو حاسس وعارف ان هيفارق. لما بتزوري قبره بتتكلمي معاه؟ بتقولي له ايه؟ القبر يا بختك يا قبر بقبر جوزي، يا بختك يا قبر جوزي فيه، يا فرحة الأموات بك يا غالي، يا فرحتهم بك وانت موجود معاهم، يا فرحة القبر وانت نايم في عدنه، ويا قهرتي ويا قهرة الأرض عليا، يا قهرتي يا قهرتي يا قهرتي ويا قهرة كل محبينك على الأرض يا غالي. يعملوا اللي هم عايزينه، ما دام في دليل وما دام في كاميرا وفي شهود وفي كل حاجة خلاص. ثم كمان القاضي بتاعنا قاضي عادي، شايف ناس قاعدين يتربصوا له وقاعدين يترصدوا له وشارين اسلحه ومستنيين وعارفين الشارع اللي هو جاي منه، عايزين اكتر من كده. وانت يا سيد جاي في كل الفيديوهات.